مدينة الداخلة التي تتميز بموقع فريد على مدخل القارة الأفريقية وبالقرب من أوروبا، كذلك ما يمنحها قيمة جيوستراتيجية استثنائية تسهل عمليات النشر السريع. خوتي العزاز، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. أمريكا غادا تبني أكبر قاعدة في إفريقيا، وبالضبط في العاصمة ديال الصحراء المغربية الداخلة العزيزة. خوتي العزاز، دي آخر الأخبار اللي خرجت دابا، وهاد الفيديو اللي غادي نشوفوه كاملين هو من قناة عربية موثوقة ومعروفة بأنها كتسرب بزاف د الأخبار، وهاديك الأخبار غالبا ما تكون صحيحة. وهادي تقريبا دابا راه شي 6 شهور كانت تداولات نفس الأخبار وكانت تنفات، ولكن هاد المرة كتعاود تتأكد. والأخبار ماشي كاينة غير في هاد القناة هادي، كاين مواقع اللي جابدين هاد الأخبار هادي وتيأكدوا. على العموم حنا عارفين هاد الأخبار هادي ما غاداش تعجب الجيران، ولكن راه ما عندنا ما نديرو ليهم، وغتكون الضربة ديال الكاو بالنسبة ليهم. خوتي العزاز، ما غاديش نحرق لكم الفيديو ونخليكم تشوفوا ونتلاقاو من بعد إن شاء الله. أهلا بكم معنا من جديد. يبدو أن مدينة الداخلة المغربية باتت تبرز كمرشح قوي لاستضافة مقر قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا أفريكوم، هذا المشروع الذي يحيط به صمت إعلامي مطبق ويعكس إعادة رسم الولايات المتحدة لخارطة وجودها العسكري في القارة السمراء بعد أو مع ما يحمله من أبعاد استراتيجية وأمنية واقتصادية عميقة. وفق تقارير مغربية فإن قيادة أفريكوم التي توجد حاليا في ألمانيا جنبا إلى جنب مع القيادة العسكرية الأمريكية في أوروبا باتت على مشارف الانتقال إلى القارة السمراء بهدف فصل قيادة أفريقيا عن أوروبا ومنحها استقلالية وسرعة استجابة أكبر في مواجهة التحديات الأمنية بالقارة. وفق التقارير نفسها فإن الخيارات منصبة بشكل كبير على مدينة الداخلة التي تتميز بموقع فريد على مدخل القارة الأفريقية وبالقرب من أوروبا، كذلك ما يمنحها قيمة جيوستراتيجية استثنائية تسهل عمليات النشر السريع للقوات والمعدات. ويأتي التحرك الأمريكي في سياق كبح النفوذ المتنامي لروسيا والصين في أفريقيا، خاصة وأن واشنطن تراهن على المغرب كشريك تاريخي وموثوق تربطه بالولايات المتحدة علاقة دفاعية قوية أبرزها المناورات السنوية الضخمة الأسد الأفريقي. وستجلب إقامة القاعدة في مدينة الداخلة آلاف الجنود الأمريكيين، ما يعني انتعاشا اقتصاديا كبيرا وزيارة لعائلتهم مع خلق آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في المنطقة. وسيمكن المقر الجديد أفريكوم في حال تم المشروع سيمكن من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة مع تبني نهج يتلائم مع التحديات المعقدة في القارة، كما سيعزز الحضور العسكري الأمريكي وسيضمن حماية المصالح الأمريكية الحيوية في المنطقة. إذا للنقاش والتعليق حول هذا الموضوع نرحب الآن بضيفنا مباشرة من فانكوفر الكندية، نرحب بالسيد هشام معتضد الخبير في الشؤون الاستراتيجية. أهلا بك معنا في المشهد الليلة. طبعا في المقدمة أشرنا منذ قليل إلى أن الداخل لها ميزة جغرافية نوعا ما، ولكن ماذا عن الأسباب الأخرى التي قد تجعل من الولايات المتحدة تختار الداخل كمكان لقاعدتها العسكرية هنا؟ شكرا على الاستضافة. أظن بأن اختيار مدينة الداخلة هو له بعد استراتيجي وسياسي وأيضا جيو عسكري بالنسبة للتموقع الجديد الذي يبحث عنه البيت الأبيض أو الذي تبحث عنه المؤسسات العسكرية الأمريكية في إفريقيا. موقع الداخلة يجعلها نقطة ارتكاز ما بين الأطلسي والمتوسطي، وهي بوابة طبيعية للعمق القارة الإفريقية، وهذا ما يبحث عنه الاستراتيجي الأمريكي العسكري الذي يخطط على أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب عليها أن تتموقع من جديد في القارة الأفريقية لتضاهي أو لتعاكس التوسعات خاصة الصين وروسيا. أيضا تمركز قاعدة أفريكوم في الجنوب المغربي سيمنح واشنطن قدرة تدخل سريعة من مناطق الأزمات، حيث أنها كانت في أوروبا ما كان عقد في بعض التدخلات السريعة والتدبيرية العسكرية في التدخل في الأزمات في الساحل والصحراء في إفريقيا. أيضا القرب الجغرافي من الساحل والصحراء يعزز المراقبة والسيطرة على الممرات البحرية الحيوية، وهذا مهم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية ولكن أيضا للرباط في المنطقة. أيضا هناك بعد آخر وهو تقليص الاعتماد على قواعد في أوروبا عبر الانتقال المباشر نحو محيط التحديات الأمنية، وهذا ما رصدته الرباط وأمريكا في منطقة الساحل والصحراء، ولكن أيضا في العمق الإفريقي، حيث باتت هذه المساحات تشكل بؤر للعديد من الشبكات الإرهابية وأيضا للحركية المتسارعة العديد من الحركات الإجرامية العابرة للقارات. أيضا تموقع الداخلة يوفر نقطة ضعف جيوسياسي على القوى المنافسة كروسيا والصين، وهذا ما يوجد في
في مركز هدف هذا التعاون ما بين الرباط والولايات المتحده الامريكيه. اما الان فيما يخص دوافع التحول في موقف القياده العسكريه الامريكيه، اظن بان الجنرال اندرسون على عكس الذي سبقه يرى في المغرب بيئه عمليه اكثر مرونه وفعاليه من المانيا، وهذا ما اشارت اليه العديد من مراكز الافكار، من مراكز التفكير او التحاليل السياسيه القريبه جدا من البنتاغون او المؤسسات العسكريه الامريكيه. ايضا التطورات الاقليميه فرضت مراجعه انتشار القوات الامريكيه لتقريبها من بؤر التوتر، ولا ننسى بان الساحل والصحراء وايضا العمق الافريقي باتت تشكل نقطه او بؤر توتر معقده وسريعه الانتشار او سريعه التوسع عفوا في المنطقه، وهو ما يدفع هذا التعاون الامريكي المغربي بان يكون هناك انزال لقاعده امريكيه او الانتقال افريقي من اوروبا الى الاراضي الجنوبيه للمملكه. طالما انك اشرت الى مساله تحدي الولايات المتحده هنا لروسيا والصين في المنطقه في اطار الحديث عن هذا السياق، يعني وطالما ان هناك قراءات تقول ان السبب الحقيقي وراء وجود هذا المسعى العسكري الامريكي هنا والجيوستراتيجي هو كبح جماح الهيمنه الروسيه او الصينيه في القاره الافريقيه، موقف المغرب هنا كيف يمكن ان يكون؟ يعني خاصه وان المغرب كما نعلم ليس له مشاكل لا مع روسيا ولا مع الصين هنا، يعني كيف يمكن ان يتصرف المغرب وهو يجد نفسه في لعبه صراع القوى الكبرى هنا على ارضه؟ أظن بأن المغرب يعي جيدا ويفهم بأن تدبير هذا الصراع المتواجد في إفريقيا وهذا الرجوع السريع والكبير في القارة الإفريقية له تحديات كبيرة ورهانات يجب على المغرب كسبها، ولذلك فالمغرب استبق كل هذه الديناميكية أو هذا التصارع ما بين أو هذا الصراع عفوا ما بين كل هذه القوى الدولية، وكان صريحا بأنه اختار تنويع الشركاء واختار سياسة تنويع الشركاء على المستوى العسكري وعلى المستوى الدبلوماسي وعلى المستوى السياسي، وكان صريحا بأن المغرب حر في قراره السيادي وسيدبر علاقاته الخارجيه وايضا العسكريه او الامنيه وفقا لمصالحه الحيويه. واظن بان القوى الدوليه كما اشرت روسيا او الصين او الولايات المتحده الامريكيه يفهمون ويعون جيدا بان المغرب يحترم هذه القوى ويحترم مصالحها ايضا في المنطقه، ولكن للمغرب ايضا دور الدفاع على مصالحه الحيويه وتدبير هذا التعاون ما بين مختلف الاطراف. ولكن هناك ايضا رسائل جيوسياسيه للفاعلين الاقليميين والدوليين ايضا في المنطقه. هناك رساله مباشره فيما يخص هذا التعاون للجزائر ايضا، حيث ان هذا التوجه يسعى لتحييد ما سيعى لعرقله التعاون الامني بين واشنطن والرباط، ولكن الاتحاد الافريقي ايضا بان المغرب شريك امني موثوق به ويمكن الاعتماد عليه في حمايه الجناح الجنوبي للقاره الاوروبيه. نشكرك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات وعلى مشاركتك معنا في هذا النقاش من فانكوفر الكنديه، السيد هشام معتضد الخبير في الشؤون الاستراتيجية. خوتي العزاز، كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كيف ما شفتوا كاملين اخبار متداوله، امريكا تحاول اقامه قاعده عسكريه وربما الاكبر على الصعيد الافريقي في المغرب، وبالضبط في عاصمه الصحراء المغربيه مدينه الداخله العزيزه. وهذه الاخبار هذه راه ما غاداش تعجب الجيران، وكيف ما قلت لكم حتى إلا مشات التوقعات وفعلا دارت قاعدة عسكرية أمريكية، كونوا على يقين بأن القضية ديال الصحراء راه تحسمات، هذه إلا ما كانتش تحسمات أساسا من 2007. خوتي العزاز، كان هذا هو المحتوى ديال اليوم، شكرا على المتابعة، كنتمنى تلاقاو بفيديو اخر ان شاء الله. ما تنساوش تدعموا القناة، شكرا بزاف على المتابعة، وديما مغرب.